روسيا من الاماكن فعلا ان الناس بتحترم فيها الاسلام وبتحترم فيها الديانات الاخرى كلها، يعني الناس بيضحكوا وبيهزروا. صباح الخير عليكم. هاخدكم النهارده في جوله، هنطلع ونصلي الجمعه هنا ونشوف الاجواء بتاعه صلاه الجمعه هنا في سان بطرسبرغ. يلا بينا يا جدعان نشوف الاجواء ونشوف جو صلاه الجمعه هنا في سان بطرسبرغ. Когда кто второй ряд что должен сделать? Когда первый ряд должен убрать первый ряд, которым испортила их невежество. Но есть другая часть, которые живут по особым законам. Если бы волнение народа, у того поистине будет тягостная жизнь. И Йом Аль-Кияма проснется в воскресенье. هذا الناتج مشروع، هذا بس في مدينة سان بطرسبرغ، وغير اللي تحت وغير اللي جوه في الجامع، اللي جوه في المسجد يعني قدهم مرتين ثلاثة. الله تبارك الله. قفلوا المسجد ده في 1940 في الاتحاد السوفيتي وكده، وبدأوا يستخدموه كمكان يعني مستودع للأدوية والحاجات دي خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن تم إعادة افتتاحه تاني في 1956. المسجد كبير جدا، ويعني مكتوب ان هو يسع ل 5000 مصلي، وفي مصلى للحريم ومصلى للرجال. روسيا من الاماكن فعلا ان الناس بتحترم فيها الاسلام وبتحترم فيها الديانات الاخرى كلها، يعني تلاقي هنا كل واحد عنده يعني اعتقاده او ديانته، محدش بيقدر يتكلم معاه، محدش يقول له انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه. هنا الناس هنا جنب الجامع، يعني الروس كمان هنا جنب الجامع كانوا معديين يشوفوا الناس بيضحكوا وبيهزروا. احنا جوعنا وده اخر يوم هنا لمشعل هنا في سان بطرسبرغ بالضبط، فقررنا ان احنا نروح ناكل دلوقتي في مطعم عربي هنا ونشوف لو في فلافل. وحشاه قوي الفلافل. والله وحشاني صراحة. الله يسلمك. شوية فلافل بقى واكل مصري على سوري يعني. اي والله. يلا سم بالله. بسم الله. زي الفل كده يا جدعان، واكلنا وظبطنا الدنيا، خلاص الجو هيليل. هنشوف كده لو هنعمل حاجة لذيذة اكيد طبعا هشارككم معايا. يا رب يكون يعني اليوم عجبكم النهاردة، ويا رب الجولة تكون عجبتكم في الجامع واتبسطتوا يعني.